مش هيعيب في حقك الا الناس المعيوبه. وكلام المعيوب معانا مش محسوب، ده ما عادش الا الناس المعيوبه هتيجي تطلع فينا عيوب. ياللي انت بيتك من ازاز ايه، ياللي انت بيتك من ازاز ايه، ياللي انت بيتك من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب. الصاحب الخاين ينهيك وكل العيوب اللي فيه يجيبها فيك، ويبقى بايعك قدام خلق الله، واول ما يشوفك ياخدك بالحضن ويبوس وعامل نفسه ان هو مش طريق. اللي جوه قلوب الناس يخف، اللي عاوز يبوسك بيبقى عاوز يطلع بالجلده ويعض. ياللي صاحبت الخسيس ازاي تآمن له؟ ما سمعتش كلام اهلك ليه يا عريس لما حذروك منه؟ ده اللي ماشي الخسيس والخاين هياخد ايه منه؟ الصاحب الاصيل يا بلابيله يفضل واقف في ظهرك وقت الشده والظروف مهما الدنيا جت عليه وهدته. اما النبل والليفه يسيبك في الشده والظروف لما ياخد مصلحته وتخلص مدته. اوعاك تآمن لأي ليفة معرعر مهما يضحك في وشك ويظهر لك من محبته. ده الليفة والمعرعر جلده ناعم وزي الأفعى، وربنا يكفيك شر لدعته. تعالوا ده فيروس عشان ابهاتنا الكبار اللي في الارضيه هتعمل لنا مولد زي ما الكتاب بيقول من غير ما تقول يا عم جمال. عم شويه للشباب وشويه لابهاتنا الكبار، شويه للولد وشويه للوسط. ولو انت نفسك تزور بيت سيدنا النبي وانت قاعد سمعنا سقفه كده بما يرضي الله. يلا كيمو عطاء.